تركب افضل بس الطريق طويل بس هو بس يمشي براحته كده. يلا ماشي براحتك، سيبوه بس يمشي براحته. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين موجودين معاكم داخل محافظة الدقهلية تحديدا دموع الشيخ محمد حسان يتلقى العزاء في شقيقه الأستاذ وهبة محمد حسان. امسك ايده على وشي. معاكم في تغطية مستمرة من داخل محافظة الدقهلية. معاكم في تغطيتكم مستمرة من داخل محافظة الدقهلية. معاكم أنا زينب حمدي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعه لا ده الشغل بعد لا مجال ولا مكان بعد الفكره. حد يزعل بس عشان ما حدش يزعل. جايبين هنا من بعد. بس يا عم انا معاكم. بس ما تخلصش الكشف ولا نهايه الخط. جدك عنده عجوز يعني. تعال المصريين كلهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انا حاولت لك بس براحتك. يا جماعه شويه انا قدام انت مين انت عايزه؟ بس تعالى قدامي اهو. لا اقدر اقول لك لا. خطوه عشان هنزحلق الناس، احنا كده هنكتف الناس اللي ورا. هنكتفهم يعني. اسحب قدام ولا تحت امر. يلا يا رجال، انت بترجع بره بس خد المرشله ورا شويه كده. مكتفيننا والله. يعني كله مش عارف يمشي بتاعه. تعالوا يلا 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 عشان العربيات دي بس، عشان العربيات دي بس، عشان زنقة العربيات يا استاذ. ارجع عند العربيه اللي هناك دي وقرب الكاميرا وهات من هناك. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين القرية كلها نزلت بجوار الشيخ محمد حسان لوداع شقيقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي يا استاذ، خطوه قدام راسك. اقفل الفلاش. كده علينا يا باشا يا جماعه. اقفل الفلاش. يلا هم بسرعة كده، اسمع خطوة كده. اقفل الفلاش. مقفلنا كمان كده. اسف.